ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا ريفيو عن منتج قمر كلين للثلاجات والمايكرويف من ماي واي. المنتج ده انا بستخدمه يا جماعه بقالي كتير جدا جدا سنين يعني، وهو حلو قوي 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 مع الثلاجات. بصوا، بيخليها نظيفة جدا جدا، وكمان مع الميكرويف او الافران الكهرباء يعني. تمام. بينظف الازاز حلو جدا، بينظف الميكرويف من جوه حلو جدا، كمان التلاجة بقى بيخليها بصوا فظيعة. برش منه بس كده كام رشة. تمام. وابتدي ايه بسفنجة او الاول سفنجة لو يعني حاجة ايه رخمة ناشفة ومش عايز تطلع، سفنجة كده. تمام. برش واسيبه شوية يعني كام دقيقة كده ماشي، وبعدين ببتدي ان انا زي ما قلت لكم بسفنجة الاول لو يعني مستعصية الحكاية يعني، او بفوطة مبلولة، وابتدي ان انا ايه انشف واشيل وارجع تاني ايه بفوطة كده ناشفة انشف وكده، وبيخلي ريحتها حلوة جدا لان هو فيه ليمون، يعني هو بريحة الليمون كده، فاهمين قصدي؟ فهو لطيف جدا جدا جدا. بس هو حتى حاطين طريقة الاستعمال يعني اهو ماشي. لو انتوا حابين يعني ايه نقراه مع بعض اهو. قومي برش السبراي عن مكان المراد تنظيفه سواء التلاجة او الميكرويف، وعند البقع الصعبة تمام يتم الرش. لو البقعة صعبة زي ما قلت لكم بنرش ونسيبه 5 دقايق، وبعدين بنمسحه بقطعة من القماش نضيفة، وهو كده بيحل القصة يعني. ماشي. ده كان زمان كان سعره ارخص من كده بكتير، هو دلوقتي برضو سعره كويس جدا 20 جنيه، فهو سعره حلو جدا زي ما شفتوا. العبوه دي بتقعد معايا فتره طويله 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 طويله، فبجد جيبوه لان هو حلو من الطف ومن احسن الحاجات للتلاجة وللمايكرويف، بجد خطير، وسعره زي ما انتم شايفين بسيط جدا يعني على القصه دي، فجيبوه استخدموه. وبس، يا رب النهارده يكون الريفيو عجبكم واستفدتوا بيه. هنعمل ايه؟ نعمل الفيديو ده لايك وشير، وكمان هنعمله سبسكرايب للي اول مره يشوفني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.